سلام بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا الفيديو ان شاء الله يا ربي يلقاكم كلكم بصحه جيده ورمضان مبارك كامل. الله يخلي لكم الصحه والسلامه وطوال العمر. اذا اليوم نهار جديد او شهوه جديده غادا ندير معكم هاد البريوات. هنا خديت فلفله مقطعه وبصله مقطعه، تقريبا 5 ديال الروز ديال البصله البكاريه و5 ديال الفلفله مقطعين مزيان بحال هكا طريفات صغار. غندير شويه ديال الملح شويه ديال الزيت فاش يتقلاو. غندوز الشعريه الصينيه غنديرها باش ترخى، درت منها الماء طيب. من بعد ما تشحر واحد شويه هذيك البصله زدت عليها شويه ديال الشونيه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال سكينجبير، او لا عفوا درت سكينجبير، درت غير ملون غذائي. غنخلط الكل جيدا وغنخليهم حتى كيطيبوا، حتى كطيب هذيك البصله مع الفلفله. ومن بعد غادا نزيد عليهم واحد المعلقه ديال الهريسه باش كتعدل ليا الذوق، وغادا ندير تقريبا معلقه ديال القزبر مقطع. غادا ندير الكفته تقريبا نص كيلو ديال الكفته، تقدروا ديروا الطون الا بغيتو، ولا ديروا الكفته ديال الدجاج. نتوما الاختيار ديالكم. صافي غادا نبقى نحرك في هادشي مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، كتفرتت هذيك الكفته. راه دغيا كطيب الكفته كما كتعرفوا دغيا دغيا. صافي من بعد درت عليها شويه ديال الزيت مقطع، وغادا نخلط مزيان، وغادا ندير الشعريه الصينيه حتى هي وغادا نخلط. الصراحه هاد البريوات كيجيو زوينين بزاف. غادا نوريكم حتى كيفاش طويوهم بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش يطويو الورقه، اولا ما كيعرفوش يطويو دوك الوريقات المتلتل. ففي الفيديو غادي نوريكم الطريقه. الصراحه زوين عادي، يعني سهله بزاف، غير ترخيو ايديكم وصافي. بالنسبه فاش كتبغي تجربي اول مره تقدر تجيك صعيبه، ولكن من بعد راه دغيا كترخى فيها ايدك. صافي هنا غادي ندوز الورقه تقريبا هزات ليا الكميه اللي درت نص كيلو. غادي نشدو وغنلويها على هاد الشكل هذا، تنيتها على جوج، ومن بعد لويتها باش غادي نقطعهم يجيوني في نفس القياس. هنا راني قطعتها على 3 حيت بغيتهم يكونوا شويه كبار. الا بغيتوهم يجيوكم شويه صغار غتقطعوا الورقه على 4 ديال الاطراف. صافي من بعد كنسرح بحال هكا، وكناخذ هذاك الجنب كنلوي كنتني كيف كتشوفوا في الفيديو. كنبقى غادا وانا كنتني، وداكشي كيبقى كندهنو بشويه ديال الصفار البيض. راه سهله بزاف، هانتوما غير تبعوا معايا الطريقه. الفيديو راه شارح راسو، احسن ندهنو بالصفار البيض. كندير الحشو كنتني هذوك التنيات اللي كيبقاو شايطين، وكناخذ وكنتني. كنبقى غادا لهاد الجهه، ومن بعد كنمشي للجهه الاخرى، ومن بعد كنبقى غادا اليمين اليسار اليمين اليسار. من الاحسن الحشوه انني نصايبها على شكل مثلث باش ما تعذبنيش، يعني من الاول تمشي مقاده كيف كتشوفوا في الفيديو. مره كنجيب عند يدي اليمنى، مره عند يدي اليسرى. من بعد كندهنهم بالصفار البيض اولا بيضه كامله عفوا، وكنلصقهم داك شويه كيبقى شايط ليا كنقطعو. الا مبغيتوش تقطعو كتدخلوه في هذاك الجناب. انا غادا نوريكم مثلا هاد شويه شايط ما بغيتش نقطعو، غادا ندخلو في هذاك الجيب اللي كيبقى باين. صافي كتجي المثلث على هاد الشكل هذا. الصراحه راه سهله بزاف البنات، غير يديكم ما تكرفوهاش باش هذيك الحشوه ما تخرجش من الورقه باش ما تقطعش، حيت الورقه كتكون رهيفه دغيا كتقطع. غير خيو يدكم وما تزيروش، وعاوتاني عمروا دوك الجنيبات باش ما يجيوش خاويين الجناب، باش ما تجيش حشوه عامره غير الوسط والجناب لا. كندير الحشوه بحال هكا، ومن الاحسن هذيك الجهه الحرشه ديروها هكا الفوق، وديك الجهه الملسه ديروها لتحت، يعني فوق من سطح العمل تجي الجهه اللي ملسه، والجهه اللي حرشه تكون من الفوق. صافي كندير هنا الحشوه وكنتني هذاك الجنيب اللي كيبقى كيف كتشوفوا راه بحال نصف دائره. ومن بعد كنهز واحد شويه كنديروا عليها بحال هكا، وكنهزها وكنديها للجهه الاخرى. من الاحسن الحشوه كيف قلت لكم تجي على شكل مثلث. هنا غادي ندير معكم الورقات اللي طوال، يعني اللي تيكونوا الوسط، حتى هما راهم ساهلين. دابا درت معكم هذوك اللي كيكونوا في الجناب، دابا غادي ندير معكم اللي تيكونوا في الوسط. فكنسرحهم نفس الشيء، كندير الحشوه وكنبدا طي
من يعني واحد شويه كيكون في الجنب كنهزو كندي على شكل مثلث وكنردو على جهة اليدي اليمنى وكنرد اليسار وكنرد اليمين وصافي وانا غادي حتى كنسالي. الصراحه ساهل بزاف، غير كيف قلت لكم ما تزيروش يدكم باش ديك الورقه ما تقطعش وتخرج منها الحشوه. ومن بعد كندهن شويه ديال البيض، يستحسن انه يكون البيض ما تكونش العجينه ديك اللي كتخلط الدقيق مع الماء، الاحسن انه يكون البيض كيشد مزيان. صافي كندهنها بحال هكا وكنكمل الطي ديال هاد البريوات. كيجي الشكل ديالهم زوين وحتى المذاق ديالهم راه كيجي زوين بزاف بهاد الحشوه اللي درت معاكم. غير جربوا ما غتندموش، وما تنساوش البنات انكم تدعموني بالاشتراكات ديالكم اللي مازال مشتركش في القناه ديالي، ودعموني بلي لايك ما تنساوش، وتبارطاجيو فيديو الا عجبكم، تبارطاجيوه مع ناس اخرين باش يستافدوا. صافي هنا خديت اللاطه ديال الفران كندهنها بشويه ديال الزيت وغادا نستفهم على هذا الشكل هذا وحده حدا وحده، وكندخلهم الفران على مده حراره تكون شويه ما مجهداش وما منقوساش، على 180 بحال هكاك، وكنشعل فوق لتحت. صافي هنا كندهنهم بشويه ديال البيض، داك البيض اللي كنت كنلصق به دوك الجنيبات تندهن به من الفوق. صافي وغادي ندخلها الفران وما خدمتش فرفاره، خليتهم غير هكا كيطيبوا عادي وغادي يجيو زوينين بزاف محمرين ومقرمشين في نفس الوقت. هذا هو الشكل ديالهم، الصراحه راه جاو رائعين. انا غادي نخلي لكم الصوت ديال التقرميشه في اخر الفيديو. كنتمنى انكم تدعموني بالاشتراكات ديالكم واللي لايك، وما تنساونيش بالبارطاج. خليتكم على خير البنات، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يكون احسن من هذا، وبسلام عليكم. بقاو تشوفوا التقرميشه في الاخر كيفاش دايره.